الصحابة الكرام دائما كانوا يجتمعون هكذا. كان يقول أحدهم للآخر: هيا بنا نؤمن ساعة، خلينا نقعد سوا. تمام. كانوا يتذاكرون، يذكرون رب العالمين، وأيضا كانوا يذكرون ويتدارسون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. زين. يعني كان الصحابة يربون أطفالهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه، ويمدحون النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يتعلمون القرآن، كما كانوا يتعلمون القرآن. هكذا قال الصحابة، كانوا يدرسون أبنائهم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانوا يعلمونهم القرآن. فهذه المدارسة أيضا من العبادات الجليلة. وأنا أحضكم، لأن أكثركم طلبة علم، أدقق وأركز على هذه المسألة. يعني اعرفوا الخير الذي أنتم فيه. الله عز وجل أقامكم في مجلس علم، الله عز وجل دلكم على طريق طلب العلم. يا شباب، هذا طريق عظيم، مو كل واحد يوفق لهذا الأمر. يعني الإنسان، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، هذا حديث عظيم. اللي الله عز وجل يريد للخير يوفق لطلب العلم والفقه في الدين. طلب العلم هذا طريق خاص. بس تقول يا أخي الناس أكثرهم ما ببالهم العلم ولا ببالهم حلقات العلم، ناس قليلين يطلبون العلم. هو هذا المقصود، هذا هو الواقع. لأنه لا يوفق لطلب العلم إلا الذي أراد الله به خيرا. أنت عاد إذا الله عز وجل يريد بك الخير يخليك على هذا الطريق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك الإنسان من يحضر في مجالس العلم هذا توفيق من رب العالمين. زين. والحضور في مجالس الطاعة، القيام في مقامات العبادة، هذا دليل على محبة الله عز وجل للعبد. بس احنا كلنا نحب رب العالمين. تمام. وهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قدم حبه، قال يحبهم، بعدين قال ويحبونه. يحبهم ويحبونه. إذا الله عز وجل ما يحبك لا يقيمك في مجالس الطاعة. لذلك نعرف قيمة وقدر هذه المجالس ونستغلها في الذكر والطاعة والعبادة.